زلنا معكم في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، ما زلنا مع الندوات والنجوم والأفلام والتكريمات، ما زلنا معكم في قلب أسوان بلد السحر والجمال والحضارة. بنحاول ننقل لكم جمال أسوان مع جمال المهرجان. تابعونا حصريا على المحور. سافرت الردر والسين يوم وليلة رقان قلبي دسين قدر قسين بس يا رب من النهر وبوس كده كسير. أبدأ من هنا أبدأ من هنا الأول مطرح ما أنت عايزة أروح بلدي وافتكر اللي كانوا وحشاني اللمة الحلوة واللي لما بيعزف غنوة ليلة حب كمان ولاقيني بقرب ليه ابن بلدي بحب عينيه وسنين وانا مش عارفة انساه ومعاه. أنا عايزة أبدأ من هنا وحبيت أبدأ بالكلمة ديت لأن دي من الكلمات المؤثرة والأغاني المؤثرة فينا جدا. كارول بتحب مصر عشان كده اختارت زوجها من مصر وجت عاشت في مصر وده وبنتها بقت مصرية. فهي دلوقتي يعني الإحساس اللي أنا كنت حاساه هي حققته وبقولك منورة أسوان. ميرسي يا بوسي. أنا أول شيء أول مرة بزور أسوان ويعني ما عمري ما خطرت انه نعمل هيك مقابله انترفيو بهالمنظر الرائع بهاللمه الحلوه بالمهرجان. سعيده فيكي ووحشتوني وانا بجد مصر خلاص يعني انا ما بحسش بغربه ده انا في بلدي. انت ام المصريه دلوقتي ام المصريه. صح. يعني كارول اول مره في اسوان. صح. يعني انا متاكده وواثقه ان لما هناخدك تور ونفرجك اسوان انك لازم هتصوري فيديو كليب هنا لان انا عارفه دماغك صراحه يعني لازم انا متاكده. قلت له حاسه انه مش كتير يعني ناس استغلت المكان الجميل الرائع ده. بجد المكان اكتر عنده هويه خاصه مختلفة تماما. النيل له طعم خاص هنا فصح ده موضوع وارد. لا ولسه لما تشوفي الأماكن اللي جوه الجبل وهنا عايزة أقولك إن في كل الأماكن بتروحي لها بمركب يعني ما تعرفيش تروحي بعربية. قالوا لي مظبوط زي فينيسيا كده. صح. ايه يعني كتير. أنا بجد مسحورة. أول مرة أسوان وأول مرة مهرجان سينما ولا حضرتي مهرجان سينما قبل كده؟ لا أول مرة بعتقد أول مرة مهرجان سينما بمصر. وجهت الدعوة فنان القديرة إلهام شاهين صديقتنا وحبيبة قلبنا وطبعا ما فينا ما نلبي إلا ما نلبي هالدعوة وخاصة لما يكون مهرجان بيتكلم عن المرأة وانت نصيرة المرأة يعني ده موضوع يعني ده موضوعك انت يعني قضيتي دي قضيتك هنا يعني انت كان المفروض المهرجان اللي تعملي له أغنية مخصوص لأن انت نصيرة المرأة إن شاء الله السنوات اللي جاية. طالع فيها هودي مش عيني هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش ايدي في شي. برغم انك مثلتي وبرغم انك التمثيل في دماغك وان يعني دلوقتي مش هتبقي بس مطربة ولكن ايضا في مجال السينما ومجال التلفزيون ليكي وجود. مهرجانات السينما ليه ما بتتواجديش فيها بشكل دائم وان تبتدي بقى تنشطي مجال السينما ده بالنسبة لك؟ مظبوط. هلا كمان ما تنسيش بوسي انه صادفت انا بقالي 3 سنين ونص عايشة في مصر من ساعة ما اتجوزت. طبعا انا حياتي بقت هنا معظم الوقت فما في شك انه كان في شوي ازمه صناعه السينما بمصر. يعني كان في شوي تراجع بصناعه السينما بمصر. عشان كده كمان حتى كانوا ممثلين نجوم السينما المصريه حتى هن شغلهم تاخر شوي. كثير ناس قعدوا بالبيت لفتره. انا هون بهالوقت كنت عم ركز على الموسيقى ومكمله الموسيقى. يمكن بعد ما اجى الحظ اني يكون عندي دور ينعرض لي دور حس انه بيظهر مقومات جديده فيها بيظهر فيها الممثله اللي لسه في مصر ما بيعرفوها كثير بكل النواحي. انا الدور اللي لعبته كان سيره ذاتيه يعني كان
محبوس الدور من ضمن شخصيه معروفه، لكن لسه ما حدش شايف امكانياتك بس انت عملتي على المسرح طبعا. يعني انت ممثله مسرح تقيله من العيار التقيل يعني ما اتكلمش اكيد لان المسرح فصلته عن السينما. انا لانه عم جاوبك بس جسدتي في حاجات غير انك تعملي دور صباح. طبعا انا بالمسرح عملت زنوبيا، عملت ادوار كوميدي كتير، ولولا المسرح ما كنتيش عملتي صباح مزبوط. يعني لان شافوا فيكي امكانيات ممثله قويه طبعاً. يعني طبعا والدنيا عليها والفرح يا عيني بيتعدى على صوابع ايدها، دايما دفع عز المر يكفيها دقايق تسعدها، عاشت بالناس ملكة بالقرب. انا وحشني التمثيل صراحه، بقول لك بوسي يعني محتاج يعني وحشني جدا، مع انه اول فتره لما خلصت المسلسل انا خلصت مسلسل شحروره بتعب نفسي جدا وتعب جسدي، كنت معاكي مش معقول فاكره مش معقول يعني، كنت محتاجه اني قلت لهم لا انا قبل 2 3 مش حاسه، دلوقتي حاسه اني انا مشتاقه ويعني جاهزه اني ارجع. مشتاقه سينما تلفزيون مسرح؟ اي مسرح دايما مشتاقه. مسرح ما عنديش مشكله بس لا السينما طبعا بتغريني، يعني يكون عندي لازم يكون عندي على القليل تجربه سينما هيك شوي دسمه تجربه دسمه، اذا ما كانش حاجه دسمه بفضل اني ما اخذها تجربه. طب ليه انت ما تجريش وراها؟ يعني احنا دلوقتي سمعت انها تجيلك لا صح. يعني حتى نجومنا ما بقوش يستنوا، يعني سمعت ان انت تنتظري ويجيلك سيناريو توافقي عليه وكده اتلغى، ده كان ايام فاتن حمامه وناديه لطفي والتاريخ ده خلص. دلوقتي البطله بتجري بتجيب موضوع، بتقرا كتاب، بتدور على حاجه فكره عجبتها، تجيب سيناريست يكتبها، تشوف منتج ينتجها. يعني ليه انت ما بتسعيش لشخصيه معينه شغلاكي؟ عندك حق اللي عم تقولي كتير صحيح، انا ما عم بسعى يمكن لهالشيء، مش هذا الشيء منه كافي. ما بعرف، يمكن ما رح اقول لك كسل مني، بالعكس اذا بدك هو مش كسل، هو يمكن انت لسه لا مش عزة نفس، لان كل النجوم الكبار بيعملوا كده طبعا مش عيب، بالعكس هي حاجه ضروريه. نادية الجندي مشاريعها كلها هي بتعملها وهي نجمة الجماهير. انا ما عندي يسرى مشاريعها كلها هي بتعملها مزبوط. وهي من اهم ممثلة في الوطن العربي مزبوط. كلهم بيعملوا كده دلوقتي. يمكن انا مقصرة بهالموضوع، لازم اني انا اسعى اكثر، لانه مثل ما قلتي بالايام دي ما فيش حاجه بتيجي كده، لازم واحد هو يسعى ورا هدفه، خاصه بمجال التمثيل والسينما اللي صار اصعب واللي صار اضيق. يمكن لانه انا مستريحه شويه على اساس انه مركزه على الموسيقى اكثر، على الموسيقى ده الموضوع مريحني، مش عارفه يمكن لو كان ما عنديش الخيار ده كنت اكيد بسعى زيهم. الموسيقى واخده وقتك وتسجيل الاغاني ومتابعتك ليها مش بخليكي تفكري وتركزي. ما رح اخفي عليكي بوسي، انا مركزه كنت اخر فتره على المسرح الاستعراضي اذا بدك، الغنائي. عملت استعراض السيدة بلبنان، ورجعت في الصيف اللي فات افتتاح مهرجان بيبلوس، كان افتتاح ضخم جدا، وان شاء الله ينعرض هالشو بيبلوس على قنوات مصريه قريب لتشوفوا الشغل. وكمان كنت دلوقتي يعني دلوقتي مشغوله اذا بدك اني اخلق شكل جديد على المسرح بالكونسرت. يعني حابه الكونسرت يكون له شكل جديد على المسرح، مش بس مجرد اوركسترا ومطرب واقف بيأدي، لا يكون له شكل مشهديه ابعد شوي من الكونسرت التقليدي اللي بنشوفه. طب يعني مثلا عندنا مثلا اوبرا اكتوبر، انت قدمتي حفله صح. كانت من اجمل الحفلات اللي اتعملت في الاوبرا وحققت نجاح كبير وكان عليها اقبال حلو. ليه ما اتفقتيش معاهم وهم يعني بيحبوا الحاجات دي مزبوط. ان بدل ما تبقى الحفله هم عايزين كارول صح. فبدل ما تبقى الحفله غنائيه تبقى المفهوم اللي انت عايزه تعمليه يتعرض اسبوع كامل لكارول السماح. وانا اعتقد ان في قنوات جديده فتحت مسرح بس اللي هي عامله عقود مع شريهان، فهم عايزين كمان يشوفوا الحاجات ديت في يعني مسارح غنائيه كده يقدروا يشتروها لقنواتهم. يعني ليه ما فكرتيش في ده؟ لا نحن طبعا بنفكر، ان اول ما تكلموا معايا مسرح دار الاوبرا باكتوبر كانوا عايزين يعملوا شو، فقلت لهم انا خطوه خطوه، يعني نعمل شو بالوضع الاقتصادي في مصر والهبوط العمله
كان شوي صعب لانه الشو مكلف. مثل ما قلتي لازم يكون معنا تلفزيون لحتى يدعم هالشيء. ما صار في من قبلنا اي تواصل مع تلفزيون لحتى يكون في عمل مشترك. ده الموضوع بده كتير تحضير يعني، وهم كانوا مستعجلين، لا عايزين حفله يعني بعد اتفقوا معايا بعد شهر مثلا. فكان قليل الوقت جدا عشان نعمل شو. بس بنوعدكم انه طبعا رح يكون في، بتامل انه ان شاء الله السنه اللي جايه نعمل حاجة تانية بمسرح دار الأوبرا بأكتوبر، بس يكون حاجة استعراضية. حبيتي الغناء هناك؟ رائع. استقبال الناس ليكي في دار الأوبرا كتير، ومفاجأة إنه الحفلة دي حتتعرض بعد أسبوعين 3 على التلفزيون. حتشوفوا الحفلة دي، يعني اللي ما طلع له فرصة إنه يشوفها حيحضرها. هعطيكي خبر بوسي لازم. واعطيني رأيي، وهاخد منك ميكينج. أنا كان نفسي أكون معاكي يعني، بس أنا ما كنتش موجودة. أنا إنه أنا قصرت. لا يا حبيبتي، أنا يعني كنت أحب إن أنا، أنت عارفة أنا بحب أتواجد معاكي في كل حاجة ليكي. تقصير مني أنا بوسي. بس يعني أنا يعني عايزة أعرف الناس دلوقتي، عشان خلي بالك برضو يمكن الناس ما تعرفش. يعني عايزه اقول للمنتجين والقنوات ان ممكن هي عايزه تعمل ده. احنا يعني عايزين علشان نوصل لكم المعلومه. القنوات المتخصصه في المسرح لو عايزين مسرح استعراضي فظيع وشو على اعلى مستوى وتمثيل جامد جدا، ممكن تستغلوا وجود كارول سماحه معانا في مصر. هتقدم ده وهتستغلوه بشكل جديد، لان انتوا محتاجين دلوقتي ان المسرح يطلع بشكل جديد. وزي ما كانت خطوه مع شريهان، عايزين خطوه كمان مع كارول. فعلشان ممكن الناس يكونوا فاهمين ان انت بس تخصص في الغنى موسيقى، ما حدش عنده فكره ان يتعمل ده، لان انا عارفه انه مطلوب ده دلوقتي. صح يعني. دلوقتي هلا بتحسي ترند، بتحسي الناس رايقه في رجوع على المسرح بشكل فظيع، اشتياق للمسرح، الناس نفسها تلبس هدومها وتروح تحضر اعمال على المسرح. اعمال غنائيه. ولغايه بنتك ما استقرت، وانت معروفه عنك ان انت دينامو. مظبوط. كارول انا عشرتها، ويمكن ايام السبوحه ورحت معاها لبنان وصورنا في اجمل مكان. صح. في بعلبك. وانا قريبه منها وعارفه قد ايه بتحب شغلها، وعندها حماس فظيع وشاطره وبتفكر وبتطور نفسها. فتره الولاده اخذت منها وقت انها بعدت عن الساحه، فالوقت ده وقتك. ازاي انت مخططه له الفتره الجايه؟ طبعا انا سعيده انه انطلقنا ب 2017 بنشاط كثير كبير. اول حفله كانت كبيره بدار الاوبرا بمصر مثل ما قلنا. بعدها باسبوع كنت بحفله كمان كبيره على عيد العشاق بلبنان، عملتها على مسرح يعني، وهذا الشيء كان مغامره اعتبروه، لانه عيد العشاق كلهم بيعملوه. بتعرف عيد العشاق الناس تحب تتعشى، اذا بتعزم او حد بيعزم حبيبته او مرته على مكان عشاء مش مسرح. كانت من يعني اروع الحفلات، كمان تصورت حتنعرض على التلفزيون بلبنان. لا يعني ابتدت السنه بنشاط كبير. رجعت كارول لنشاطها لسرعتها، رجعت دينامو زي ما كان قبل. طبعا لا هلا حتحسي فرق كتير كبير هالسنه ان شاء الله. يعني عايزه برضو الفتره الاخيره بنشوف المطربين بيغنوا دويتو مع بعض، واخر حفله كانت امبارح تقريبا لأصالة وأنغام في الشارقة. هل ممكن تطلعي دويتو مع مطربة؟ ومين المطربة اللي تختاريها تكون دويتو؟ كثير بحب هالفكرة، وأبدا برحب فيها مع أي مطربة بتكون كمان هي عند يعني بتتقبل. في فنانين بيتقبلوا بعض، بحبوا بقدروا مواهب بعض، ما عندهم مشكله. انا كمان برحب بهالفكره، وبتمنى مع اي مطربه عربيه محبوبه واصواتنا وشغلنا يلبق على بعض اكيد بحب. فهيدي فرصة كبيرة يعني، أكيد حلوة، وبهنيهم على الخطوة يعني. عجبتك الفكرة؟ حلو كتير يعني جرأة منهم ولا عشان هم أصدقاء؟ يعني أنت شايفاها إزاي؟ بصي في ثقة بالنفس. لما بيكون الفنان عنده ثقة بنفسه ما بيهمه مع مين بيغني ومع أي فنان. طبعا يكون في مستوى، أكيد يكونوا فنانين على نفس المستوى، لازم يكون على نفس طبعا مستوى على نفس المستوى أكيد. فلما بيكون في ثقة بالنفس كله بيمشي بسلاسة بطريقة طبيعية، ولما ما بيكون في ثقة بالنفس الأمور ما بتتمش. في الفترة الأخيرة معظم المطربين بقوا مذيعات وبينافسونا، أنا مش لاقي حد استضيفه. كل المطربين بقوا مذيعات. أنا نفسي استضيف حد بقى. عرضوا علي على فكرة في تلفزيون مصري كبير، عرض علي اني اقدم بروجرام.
كنت باول حمله، كنت بالحمل وقتها بثالث رابع شهر، واعتذرت وقلت لهم انا حامل وتاجل، بس ما ندمت ابدا لانه بعدين حسيت انه ما كان رح يقدم لي شيء. يعني ما حسيت انه كان اذا بدك تواجد حلو لذيذ، شايفاه تواجد وفلوس اكتر منه. اذا بدك كان تواجد وفلوس اكتر ما كان رح يعطيني شيء صراحه، يعني كارشيف كسي في لإلي. لكن يعني بعد الولاده مش لو تعرض عليك الفكره تاني اذا في شيء بيبرز لي موهبه، بيبرز لي شغلي، انك بتغني، يعني انك تقعدي تغني وتقدمي. بتعرفي انه بس اقعد واسال اسئله، اجيب استضيف فنانين واسالهم اسئله، خلص صارت كل اسئله تأييديه يعني، وانعملت الافكار كثير، اكرر الافكار اللي اتعملت اكيد لا بخاف. بفضل انه يكون في شيء شوي مختلف. الحمد لله سابولنا مذيعه اهو، سابولنا ضيفه هعرف استضيفها، لان كل المطربين بقوا مذيعات، احنا بصراحه مش عارفين نستضيف حد. الفنانين مذيعات والمطربين مذيعات، واحنا دلوقتي هنستضيف احنا نفسنا بعد كده يعني. الحمد لله ان كارول موجوده، هي اللي هنستضيفها. احنا وصلنا القريه النوبيه. انا عايزه اوريكي بقى، بصي بقى معايا نشرح لك كده. دي بيوت اهل النوبه هنا كلهم عاملينها بالتراث بتاعهم والشكل بتاعهم. لا هتشوفي شكل مختلف تماما. يعني يمكن الشكل ده مش هتلاقيه في اي بلد سافرتي فيها، ولا حتى في لبنان موجود الشكل النوبي ده. وهتلاقي كمان جوه اللبس النوبي، علشان تجيبي لك تجيبي لك جلابيه نوبي كده تلبسيها، تبقى ذكرى ليكي من هنا. وجوه بقى هتلاقي فيه اكل نوبي، هتلاقي فيه حاجاتهم الشعبيه، الشاي بتاعهم ليهم طريقه في الشاي. فاحنا حبينا ان اول بدايه ليكي تكون هنا في القريه النوبيه، ولكن لسه في السد العالي. شفتي الهواء نقي جدا، هواء نظيف. وبعد كده هناخدك بقى يوم تاني السد العالي وفيلة، لازم تشوفيهم قبل ما تسافري. وان شاء الله بوعدكم انا وكارول ان احنا هنيجي هنا تاني، هنعمل مع بعض. انا هكون اللي بغطي الكواليس، وكارول هتكون هي اللي بتعمل الاغنيه بتاعتها هنا. وبشكرك وسعيده بيكي، وبشكرك على حبك لإلهام شاهين وصداقتك القويه اللي بينك وبينها، انها جات لك حفلتك ودعمتك وانت جايه مهرجانها وبتدعميها. دي الروح الحلوه بين النجوم، ان لازم تقفوا مع بعض. ما حدش يقول له اصل انا مالي ومال مهرجان سينما واجي لي. دعم بعض انتوا لبعض، كل حاجه بتخلص، ولكن اللي بيفضل الصداقه. العلاقات الانسانيه هي اللي بتفضل، هي اهم حاجه، وده موجود عندك انت طبعا، وانا سعيده بيكي. ده الاساس. ميرسي. هتركبي الجمل؟ اكيد. هتركبي الجمل مره واترعبت. لا مش هعملها تاني، مش هتعمليها تاني. الحمد لله على السلامه. ثانك يو. ما زلنا معكم وحصريات ولقاء حصري جدا على المحور مع النجمه الجميله كارول سماحه. انتظرونا. مفاجأة النهاردة أنا مخليها للآخر عشان أحل بيها. نجمة كبيرة جدا